الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرض والسماء سماء. الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرض والسماء سماء. انحنت له الأصلاب وعنت له الوجوه والجبال. سل آدم من تاب عليه واصطفاه، وسل نوحا من بالطوفان نجاه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف من حقق له رؤياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبد الله. بل سل الكون كله ستعلم أن الكون يوحد الله. لو رأيتم وجه طه أو عيونا في صفاها، لو لمستم كف طه أو شممتم من شذاها، لو ضممتم صدر طه أو جمالا ما تناهى، هذه الأنوار يراها من يصلي على محمد. أيها الإخوة الأحباب، ولقد شاء القدر أن نجتمع اليوم من غير سابق موعد، مشاركة منا في واجب العزاء لعائلات أبو عيد بقرية السعادات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. هؤلاء الرجال أصحاب الواجب والأدب في كل مكان، ومواساة للعلم القرآني فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ عبد اللطيف أبو عيد الشرقاوي في رحيل شقيقي الحاج سعيد، داعين المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة الله تعالى هذه الليلة ليلة قرآنية ممتدة ما بين تلاوة للقرآن الكريم وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابتهالات ومدائح نبوية، حيث أن دعوة السادة القراء دعوة مفتوحة للمشاركة في واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان، كما نوهت على حضراتكم قبل صلاة المغرب بأن معظم قراء الإذاعة والتلفزيون العربي في الطريق إلى هنا لتقديم واجب العزاء، فقد شرفنا أثناء الاستراحة ما بين صلاة المغرب والآن صاحب الصوت القروان والذي شرف محافظة الشرقية في الإذاعة المصرية فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشيخ عزت السيد راشد، كما شرفنا بالحضور القارئ والمبتهل بإذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والذي تشرفت بمرافقته في معظم الأمسيات الدينية والاحتفالات فضيلة المبتهل الإذاعي وابن قرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية
المبتال الإذاعي الشيخ عصام السيد مجاهد. ومعنا أيضا قطب قراء الإذاعة المصرية ونقيب القراء بمحافظة الإسماعيلية، قال الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلب. أيها الإخوة الكرام، هيا سويا أعيرونا القلوب ونسمع ففي رحاب القرآن الكريم ومع القارئ الكريم والذي شرفنا بالحضور إلى هنا من محافظة القاهرة فضيلة العلم القرآني القارئ الإذاعي الشيخ أحمد حجازي، يعلو منصة التلاوة ليتلو علينا من آيات الذكر الحكيم، داعين المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله كن قابل العفو واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيب أمرا لوسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم شديد البطش والباس يوم وضعك في القبر المخيف وقذروا التراب عليك بأيديهم وبالفاس استمعنا إخوة الإيمان لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حجازي الذي شرفنا بالحضور إلى هنا من مدينة القاهرة لتقديم واجب العزاء لجميع عائلات أبو عيد وأيضا للقطب القرآني فضيلة العلم القرآني الشيخ عبد اللطيف أبو عيد الشرقاوي. أيها الإخوة الأحباب،